جاهزين لريد بول ساوند كلاش 2023؟ أكيد جاهزين، ولو مش جاهزين تعالوا نسمع الكلمتين دول عشان اليوم يمشي حلو والحفلة تطلع جامدة. أولاً الأمن والمنظمين هدفهم يسهلوا عليكم اليوم، فنسمع اللي بيقولوه عشان الدنيا تمشي سموث وتتبسطوا في الحفلة. التذكرة دايماً معاكم لغاية البوابة اللي عند الستيج، دي اللي هتخلي المنظمين يقولوا تتحركوا ازاي. طب بعد كل ده الدنيا المرة دي هتمشي ازاي في ريد بول ساوند كلاش 2023؟ تعالوا نشوف. البوابات هتفتح من الساعة 1 الظهر، الدخول هياخد من نص ساعة لساعة، ممكن أكتر لو الدنيا زحمة. شرط الدخول يكون السن مش أقل من 16 سنة. لو حد اضطر يخرج من الحفلة لأي سبب للأسف مش هيعرف يدخل تاني، بس ما تقلقوش مش هتحتاجوا تخرجوا لأن كل حاجة هتحتاجوها من أكل ومشروبات هتكون موجودة. ومن أول لما تدخلوا الحفلة في بيرفورمانسز زي دي جي فات سام، الوايلي وديسكو مصر، وده كله قبل ما الكلاش الحقيقي يبدأ. حاجات ما تجيبوهاش معاكم وانتوا جايين، وخلي بالكم في تفتيش على البوابات عشان نطمن بس. أي مواد قابلة للاشتعال زي الألعاب النارية والشماريخ وغيرها، أي آلات حادة، أي مواد مخدرة أو مشروبات كحولية، أي نوع سبرايز، أي مأكولات أو مشروبات، أي حيوانات أليفة أو غيرها، أي بانرز أو لافتات أو أعلام، أي كشافات إضاءة أو ليزر. نيجي بقى لأهم حاجة، الأمن هيكونوا منتشرين في كل مكان وليهم لبس موحد، ولو حصل أي مشكلة أو حوادث تحرش هتلاقيهم قريبين، ودي بالذات ما فيهاش هزار. أي حد يتعرض لأي مضايقة أو شاف ده لازم يتكلم ويبلغ أفراد مجموعة سبيك أب اللي هيكونوا موجودين في ستيشن جنب مكان الحفلة. بلغوهم وهم هيساعدوا في اتخاذ الإجراء القانوني ضد المتحرش. ده غير إن الهلال الأحمر هيكون موجود ومنتشرين عشان أي طوارئ طبية. وانتم في الحفلة اتبسطوا وابتسموا عشان ممكن تكونوا بتتصوروا، والصور والفيديوهات هتبقى على السوشيال ميديا والتلفزيون. الأمن والمنظمين مهمتهم تأمين الحفلة وإنهم يحافظوا على سلامتكم، فبنشكركم مقدما على التعاون معاهم عشان اليوم يبقى رايق وتتبسطوا بيه انتوا واللي جايين معاكم. ودلوقتي نقدر نقول إنكم جاهزين قوي.